عودة من جديد. صفقات السوشيال ميديا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج على القهوة. بتمنى دعمكم ليا، أخوكم ميدو. لايك واشتراك وشير وفعل الجرس. نبدأ حلقتنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله. صفقات السوشيال ميديا وعودة من جديد لبرامج الكرتون. الزمالك مش هيسيب صفقة في أفريقيا إلا لما تكون موجودة. بن شرقي، السومة، طارق حامد، بوبو، محمود حمادة، محمود علاء، أوباما، غنام محمد، الجلاصي، إمام عاشور. منتخب الأحلام فعلا. على قناة نادي الزمالك بيقولوا أول مرة نشوف جمهور بيبوظ صفقاته بنفسه. دي أنا بسميها صفقات السوشيال ميديا. الزمالك هيجيب صفقة أو اتنين، مفيش أي صفقات سوبر. عودة بن شرقي بتدل على ضعف الدوري المصري. لعيب حتى ما نجحش في الخليج، نجح في مصر بس. ده دليل على ضعف الدوري المصري، واللعيبه بتيجي تتنجم وتاخد دولارات. عندنا صفقات كتيره جدا. قناه نادي الزمالك نفسها اللي بتتكلم عنها. هيجيبوا ساسي، هيجيبوا كريستيانو رونالدو، هيجيبوا ميسي. كل الصفقات دي احنا بنسميها صفقات سوشيال ميديا. وريني كده، قول لي على اي صفقة تقدر تقول ان الاهلي حسمها غير احتمالية حسم الاهلي صفقة بوبو بنسبة 90%. مفيش الكلام ده. قناة نادي الزمالك طالعة بتتغنى بالصفقات وبتقول لك منتخب الاحلام. السومه اولا، الاهلي استطلع رايه من 5 6 سنين انه يجي. سومه كان ساعتها بياخد في السنه 5 مليون دولار. سومه مع كبر سنه قيمته الماليه قلت. دلوقتي السومه بياخد 3 مليون دولار. نادي الزمالك او اي نادي في مصر حاليا مش هيدفع المبلغ ده. في مشكله في العمله الصعبه، في مشكله في الفلوس في الانديه. محدش هيدي للاعب 3 مليون دولار في ظل غلاء سعر الدولار في مصر. اللي الزمالك حسمه بنسبه كبيره عوده اوباما، عوده محمود علاء من الاعاره مره اخرى. قالوا الزمالك هيجيب امام عاشور. انا باكد لكم امام عاشور لو ما جاش النادي الاهلي هيكمل في اوروبا حتى لو في انديه الدرجه الثانيه. قالوا طارق حامد. طارق حامد طول ما المستشار مرتضى منصور ماسك الزمالك، طارق حامد مش هيجي نادي الزمالك. طارق حامد فسخ عقده في السعوديه. سيف فاروق جعفر على لسان المستشار مرتضى منصور تم التجديد 3 أو 4 سنوات على لسان المستشار مرتضى منصور. كل الصفقات دي احنا بنسميها صفقات سوشيال ميديا. مفيش الكلام دوت. مفيش اي نادي هيقدر يعمل كميه الصفقات وبالاسعار المتداوله. كل الانديه بتلعب دلوقتي لعبه تبادل اللاعبين. الاهلي عاوز بوبو، فيوتشر عايز بيراميدز، عايز سين، عايز جيم. مفيش اكتر من كده. المبالغ اللي بتدفع مبالغ ضعيفه. لو بتجيب صفقات من الخليج، صعبه تيجي في الوقت ده. الخليج بتدفع فلوس كتيره جدا. النادي الاهلي عوده من جديد. نسر الاهلي يبدا حلم استعاده الصداره مره اخرى. بيراميدز 64 نقطه، الاهلي 62 نقطه. الاهلي يكسب بكره يركب من جديد. الاهلي محتاج يوصل ل 77 نقطه عشان يحسب بطوله الدوري. في اراحه بعض من اللاعبين بكره في النادي الاهلي. حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي النجم الصاعد، مصطفى شوبير، خالد عبد الفتاح، عبد المنعم، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، كريم الدبيس. في منتصف الملعب اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السوليه، مروان عطيه، علي معلول. في الامام محمد شريف وبيرسي تاو وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر. متولي كلاكيت 5 أو 6 مرة. غياب 3 أسابيع للإصابة. إصابات متكررة لمتولي. في مشكلة طبية بتواجه
محمود متولي النادي الاهلي مش لاقي لها حل من ساعه ما جه. لعيب جامد جدا، بيلعب في مركز الديفندر، بيلعب في مركز السردباك، بيلعب في قلب الدفاع. عنده مشكله اصاباته كتيره جدا. في مشكله حاليا بتقابل النادي الاهلي، وهي مشكله اللاعبين المعارين امثال بواليا، حسام حسن، ميسي، ميكيسوني. اللاعب الحالي في الاهلي برونو سافيو. بواليا عايز يرجع. بواليا قال انا عايز اثبت نفسي في النادي الاهلي، في مدير فني جديد، وانا شايف ان انا لو رجعت النادي الاهلي هثبت نفسي. كولر مش عايزه. حسام حسن مش هيرجع، هيكمل في سموحه. ميسي يا اما هيكمل في اعارته يا اما هيرجع النادي الاهلي. لويس ميكي سوني ابها السعودي انهى التعاقد مع لويس ميكي سوني. لويس ميكي سوني حاليا قاعد في البيت ومش عايز يفسخ عقده. يا اما هكمل في النادي الاهلي يا اما هروح النادي اللي على مزاجي. ففي مشكله بتواجه النادي الاهلي مع بواليا، بالتحديد ميكيسوني. اللاعب الحالي بقى البرازيلي برونو سافيو اللي مقضيها جنينه حيوانات ومقضيها بوستات وفسح، قال لك انا مش همشي، يا اما تفسخوا عقدي وتدوني كامل عقدي، يا اما انا قاعد على قلبكم وهقضيها في جنينه الحيوانات وهاخد العيال واروح الفسطاط. محدش عارف يلاقي حل مع برونو سافيو اللي احنا مش عارفين هو اصلا برازيلي ولا منين. حمدي فتحي والوقرة القطري. اخر عرض وصل للنادي الاهلي هو 3 مليون دولار، بس الاهلي واجه مشكله كبيره وهي حصول نادي انبي على 20% من نسبه اعاده بيع حمدي فتحي، اي ما يعادل 600 الف دولار. يعني حمدي فتحي قلنا قبل كده هيبقى ثمنه 2 مليون و400 الف دولار، وده مبلغ قليل جدا على لاعب من احسن اللعيبه في القاره الافريقيه في مكانه. النادي الاهلي قال لك انا مش هدفع النسبه ديت، عايز النادي القطري يتحمل ايه ال 20%. وصل عرض جديد للنادي الاهلي ب 3 مليون و250 الف دولار. موقع في الجون اليومين دول مش في كامل احواله، مش مظبوط. موقع في الجول النهارده رافع قال لك ان نادي انبي هياخد 50% من بيع حمدي فتحي. انا بقول لك على لسان رئيس نادي انبي 20% من اعاده بيع حمدي فتحي من النادي الاهلي، ومن اعاده البيع مره اخرى من اي نادي ايا كان هو فيه 50%. فدي معلومه مغلوطه من موقع في الجون. يحيى الله عطيه متداول اليومين دول اسم يحيى عطيه الله، لاعب الوداد اللي كلنا عارفينه علشان كنا بنلعب قدام الوداد في نهائي افريقيا. يحيى عطيه الله هو الظهير الايسر لنادي الوداد، وهو الباك ليفت لمنتخب المغرب. مع كبر سن علي معلول المتألق مع النادي الأهلي وكابتن من كباتن النادي الأهلي كما قلنا سابقا، تداول اسم يحيى عطية الله في وسائل الإعلام. قال لك ده الباك الشمال اللي ينفع يجي نادي القرن الأفريقي. رشحه للنادي الأهلي سيد معوض، أيضا طلع اتكلم عليه قال لك أنا نفسي الأهلي يجيب يحيى عطية الله لأن احنا عندنا أزمة في مصر في المركز ده. بالمره تم تجديد عقد المسلوسي مع نادي الزمالك ل3 سنوات. محمد عواد، نادي الزمالك طرح اسم محمد عواد انه يدخل في صفقه تبادليه مع فاركو مع اللاعب محمود حماده. تداول اسم محمود حماده ايضا في الفتره الماضيه وقال لك الاهلي عايزه، وقال لك ده هيكون اللاعب البديل مكان حمدي فتحي. عواد مش عاوز يكمل مع نادي الزمالك بسبب جلوسه على الدكه.
عواد قال لك يا اما العب يا اما اختار النادي اللي انا عاوز اروحه، بس انا مش هدخل فيه صفقات تبادليه. انا مش لاعب صغير، انا لاعب دولي ولعبت مع منتخب مصر. فدي مشكله ايضا بتواجه نادي الزمالك. اللاعب حسين الشحات قال لك مش عايز يجدد مع النادي الاهلي، قال لك طمعان في الفلوس، قال لك انا عاوز الغي نسبه المشاركه من العقد بتاعي، قال لك الجمهور انتقدني كتير فانا عايز امشي. حسين الشحات انت جيت النادي الاهلي وضحيت بمبالغ كبيره، انا مش فاهم انت ازاي دلوقتي بتفكر تمشي من النادي الاهلي وانت لسه ما صنعتش كامل المجد اللي بتفكر فيه واللي ضحيت علشانه بحاجات كتير. حسين الشحات لو رحت قطر ده هيكون ضربة ليك هتقسم وسطك، يا إما تتجه لأوروبا يا إما تروح الدوري السعودي في ظل استقطاب السعودية للاعبين الكبار عالميا، أمثال كانتي، أمثال مندي، كريستيانو رونالدو، وبيجيبوا لعيبة جامدة جدا زي حامل الكرة الذهبية مؤخرا كريم بنزيما. فالدوري القطري بالنسبة لحسين الشحات هيقلل من مستواك كتير. قفشه والنازيه، قفشه طلع نازي، قفشه في مباراه طلائع الجيش جاب جون واحتفل على طريقه النازيه. الفيفا بعت استفسار للاتحاد المصري بيستفسر فيه عن طريقه احتفال قفشه واشار ان ده احتفال بطريقه النازيه. النادي الاهلي بعت خطاب لاتحاد الكره اثبت فيه ان في الوقت ده كان وفاه والد، كان هو بيعمل تحيه لوالده لانه كان موجود في المباراه. فالنادي الاهلي ارسل خطاب للاتحاد المصري والاتحاد المصري هيبعته للاتحاد الدولي يقول فيه ان هو كان بيعمل تحيه لوالده. احتفال فعلا مستفز جدا ملوش اي لازمه، ممكن تعمل كده لابوك على دماغنا من فوق. بتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، بتمنى دعمكم ليا لايك واشتراك وشير وفعل الجرس. اخوكم ميدو، سلام عليكم.